فتح مشروع. يمكنك فتح مشروع قمت بإنشائه سابقا، وذلك كما يلي: من صفحة البداية Start Page يمكن اختيار المشروع الذي تريده بالنقر عليه من Recent Project، أو من قائمة فايل تختار Recent Project وتختار أي مشروع تريده ضمن المشاريع التي قمت بالتعامل معها مؤخرا. أو يمكن النقر على Open ثم اختيار Project إذا أردت فتح مشروع، أو Open Website إذا أردت فتح ويب سايت، أو النقر على هذا الزر الموجود هنا لعملية Open File، أو من قائمة File اختر Open Project. الآن يمكن اختيار المشروع الذي تريده. قمنا بالتخزين ضمن الدي ضمن My Project، ولاحظ أن أي مشروع تقوم بإنشائه يتم عمل مجلد خاص به. لاحظ قمنا مسبقا بعملية إنشاء مشروع اسمه Test1، لذا تم إنشاء مجلد اسمه Test1 تلقائيا عند عملية حفظ المشروع. وقمنا في الدرسين السابقين بإنشاء مشروع اسمه Test2، تم تلقائيا إنشاء مجلد اسمه Test2 ضمن My Project. انقر عليه نقرا مزدوجا ثم اختر المشروع أو السوليوشن بالامتداد SLN، ثم انقر على Open ليتم فتح المشروع أو السوليوشن الذي تريده. ثم يمكنك اختيار أي شيء تريد فتحه، مثلا انقر نقرا مزدوجا على الفورم 1 ليتم عرضها في طور التصميم.